أنا فاكر أول ما رحت المدينة المنورة مشيت يجي 4 5 كيلو لغاية ما لقيت نفسي بره المدينة من كتر جمالها والشوارع بتاع. النهاردة من الحرم عشان أروح البلدية 200 متر، أتبخر قبل ما أوصل البلدية. بوظوا التخطيط القديم كله. المقصد فن العمارة في المدينة المنورة الجانب القديم الإسلامي. القديم. أنا رحت في السبعين قبل ما يتهد كان واحد زميلي في الجامعة هو اللي كان ماسك هد كل المباني القديمة، حتى مكتبة عارف حكمة حصل خناقة فيها وبرضه هدوها احنا نايمين بالليل. وبعدين للأسف يجي لك مهندسين جداد. كان في مؤتمر فبقول لهم يا جماعة السيارة مش لازم تخش في وسط المدينة. فواحد مهندس من الرياض، يا باشمهندس انت لازم تبص للزمن، انت بتفكر يعني قديم. يعني ما في ناس يتهموني ان انا عايش في القرن ال15. شوف، اولا مع احترامي الشديد لك ولتاريخك والخدمات والاشياء اللي انت سويتها في السعودية، الى انه نظام لعبوني بس اخرب، هذا عفى عليه الزمن من زمان. زي ما انت تفضلت، انت مشيت 4 كيلو خرجت برا المدينة. كيف يعقل انه نفس الزمن هذاك تطالب انه يكون الان؟ الوضع اختلف، الان الوضع هذا اختلف. المدينة الان يزورها مئات الملايين سنويا. المنطقة اللي تقول عنها الان هذه كلها اصبحت داخل الحرم. يعني انا مثلا جد والدتي الله يرحمه لما جاء يبني بيته زمان من كبره بناء برا المدينة، برا المدينة، برا اسوار المدينة لوحده كده مرمي. الآن بيته هذا هدد، راح انهد للتوسعة. فطبيعي لازم المنطقة المركزية تتطور عشان استقبال الحجاج والمعتمرين بهذا العدد. يقول أنا مشيت 200 متر وحريت. يعني معلش أنت ما أنت رايح في سويسرا، دي منورة حر، طبيعي تحر. ولا هو بس انتقاد لمجرد الانتقاد؟ يعني أنت يعني ماني فاهم، يعني زعلان من الحر تكلمنا إحنا، ماني عارف إيش أقول لك. لا، واذا مو عاجبك ترى المدينه جالسه تتطور بشكل، انا اقول لك شيء يعني مع احترامي لك مره ثانيه ولتاريخك ولعلمك، ولو كمان تزيد على علمك هذا 100 سنه قدام والله حتى ما تقدر تفكر فيه. الان المشاريع اللي بتسويها مثلا زي رؤى المدينه، يا رجل باصات تحت الارض وانفاق ومراكز واسواق ودنيا وتطور عمراني بيكون رهيب، واحنا الان عايشينه في المدينه المنوره. المدينه المنوره الان يضرب فيها المثل في أنسنة المدن. أنسنة المدن اللي هذه الكلمة أنا أحلف لكم بالله نص العالم العربي ما يعرف إيش يعني أنسنة المدن. لو المدينة جلست زي ما كانت زمان الحجاج والمعتمرين حيعانوا، حيختنقوا يا رجل. فطبيعي لازم المنطقة تتطور. ولو ما صار الشيء ده تلقى الناس تصيح ازاي المدينة ما مش مستحيل التخلف ده يا مدري، فاهم؟ اتطورت المدينة يجوك ناس تانيين يصيحوا. والحلو فينا احنا في السعودية انه احنا ماشيين من غير ما نطالع لاحد ومن غير ما نسمع لاحد. اللي نشوفه الافضل للمواطن السعودي والحجاج والمعتمرين احنا بنسويه، ولا فكرنا في احد. والثاني يقول له يعني خراب العمارة الاسلامي. ايه خراب عمار اسلامي يا رجل؟ الان المدينة المنورة قسما بالله انا عشت زمن، يعني انا كنت ساكن جنب مسجد اسمه مسجد الدرع. مسجد الدرع ده يوميا اعدي من بيتي واعرف قصته. تخيل اخوان، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم راهن درعه فيه عند عائلة يهودية، ومسجد له تاريخ مرة كبير عندنا المسلمين، كان مهمل لمئات السنين. فينك انت ما تكلمت عنه؟ ما انت داري. الان تعدي من جنب المسجد تقول اوه ما شاء الله هذا المسجد والزوار صاروا يجوا له. مساجد كثير في المدينة وعيد تأهيلها مساجد تاريخية يا رجل، آبار، مناطق، كل الأماكن التاريخية هذه وعاد تأهيلها وإنشائها عشان الزوار والمعتمرين وعشان التاريخ الإسلامي. لا تيجي تصيح لي على عمارة إسلامية عندنا في المدينة لو سمحت، وانت ما عمرك حتى يمكن طبيت المدينة في حياتك، ولا انت داري عن التاريخ الإسلامي فيها شيء. ضحك يا رجل، بيسوي لك اجتماع ومؤتمر وجايبين لك انديانا جونز يتفلسف على راسنا، فاهم؟ انتوا مين انتوا عشان تتكلموا عن المدينة؟ شفتوني قبل كم يوم نزلت لكم فيديو، دحين احط لكم هو تحت، عن بئر غرس. شوفوا الفيديو، شوفوا كيف صارت المدينة جالسة تتطور. لا يا تلعبوني معاكم، يا انا حطلع لكم في المؤتمرات بلبس انديانا جونز ده
واقعد اقول المدينه دي ايه فينها عني، انا كنت ماسك المدينه يا شيخ ارحمنا. هذا بس في المنطقه المركزيه، فما بالك بالمدينه المنوره كامله. اقسم بالله يا ناس انا من اهل المدينه، انا شايف كيف كانت وكيف صارت. ما شفت واحد عمره من اهل المدينه طلع زعلان، كلنا فرحانين وكلنا مبسوطين بالتطور اللي حاصل لنا احنا اهل المدينه والزوار المدينه. يعني المدينه زمان كانت احواش مناطق، تبغى المدينه تظل احواش كده زي ما هي زي ما كانت زمان؟ طبعا لا، طبعا لازم تتطور وطبعا لازم تتغير. صدقا وامانه ترى التطور اللي صاير في المدينه اكبر منك ومن تاريخك. انا اقول لك هي كده زبد. لكن فعلا ما لقوا في الورد عيبه، قالوا احمر الخدين. السلام عليكم.